زي ما قلت لك امبارح ان حامد حمدان هيبقى في الزمالك غصب عن اي حد. سيد عيد اتكلم مع اللاعب واللاعب اكد له ان هو عايز يروح الزمالك تحت اي ظرف، وان هو مش هيبقى مفيد لو لعب. فسيد عيد شاف ان خلاص اللعيب طالما دنيته مش هتبقى مع النادي وهو مش حابب يبقى في النادي فمش هيديله اللي هو عاوزه. فكلم الاداره وقال لهم يا جماعه من الافضل انك تبيع حامد حمدان للزمالك لان هو عايز يروح الزمالك، ولو قعد عندنا مش هيدينا ربع اللي كان بيديه. فالاداره شافت كده فخلاص هتتفق مع الزمالك ان هم يبيعوا اللاعب بنفس الرقم، وهيحاولوا يدخلوا لعيب في الصفقه من الزمالك ياخدوه بحيث ان هم يعوضوا حامد حمدان. فانا قلت لك الكلام ده، قلت لك ان حامد حمدان تمسكه بالزمالك هو اللي غير مسار الصفقه ورجعها تاني للزمالك. فان شاء الله ممكن النهارده او بكره بالكتير حامد حمدان هتلاقيه بيوقع في الزمالك، وهو صفقه كبيره وصفقه هتنقل خط نص الزمالك وفي مركز 6 لحته بعيده في الزمالك.